الكاتشب اللي بنشتريه من بره النهارده هنعمله في البيت بنفس الطعم واحلى، وكمان من غير مواد حافظه، بمكونات بسيطه من مطبخك. هتحضريه في اقل من 10 دقايق، وهيبقى جاهز مع البطاطس او البرجر وكل الاكلات اللي بتحبيها. يلا بينا نشوف الخطوات، وهتتفاجئي قد ايه الموضوع سهل وبسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. على بركة الله نبدأ الفيديو بتاعنا. عندي 1.5 كيلو طماطم لازم تكون حمرة وجامدة وجميلة زي دي كده. غسلتهم وسبتهم شوية، بعد كده قطعتها على 4 وحطيتهم في حلة على البوتاجاز على نار هادية، وقلبتهم كده من غير مية من غير أي حاجة. بعد كده من بعد فترة 2-3 لقيتهم نزلوا ميتهم زي ما انت شايفة. قلبتهم وكل شوية بقلبهم علشان الطماطم ما تلزقش في قعر الحلة. بعد كده الطماطم استوت، ضربتها بالهاند بلندر، ممكن تضربها في الخلاط او في الكبة اللي موجود ومتاح عندك. ضربتها ضرب ناعم، لازم تبقى مفرومة ناعم جدا. وبعد كده هصفيها بالمصفى. خلاص كده الطماطم ضربت كويس معانا، هنبدأ نصفيها عشان نشيل القشر والبذر بتاعها، وتبقى الطماطم قدامنا صافية كده وجميلة وما فيهاش اي بذور ولا اي قشور ولا اي تفل. لازم اصفيها كويس جدا بالمصفى، مصفى تكون ناعمة خالص عشان تنزل لي الطماطم بس. لو عجبك الفيديو ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ليوصلك كل جديد، وتسيبي تعليق بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كده خلصت كل الكمية بتاعتي، صفيتها تماما، وده اللي طلع هوت البذر والقشر بتاعها. بعد كده حطيتها في نفس الحلة بعد ما شطفتها، وهحطها على البوتاجاز على نار هادية. وبعد كده هنشوف الإضافات بتاعتنا. قلبتها كده علشان برضو لازم كل شوية اقلبها علشان ما تلزقش في الحلة او تتحرق او تتلسع. حطيت معلقة متوسطة ملح، وهحط نص كوباية سكر. السكر طبعا بعد كده تقدري تزوديه، انا زودت بعد كده 3 معالق. بعد كده عندي توم باودر وبصل باودر، نص معلقة صغيرة من كل واحدة فيهم. لقيت السكر الكاتشب كده بتاعي محتاج سكر، فزودته كمان 3 معالق سكر، معلقة متوسطة مش كبيرة. وحطيت ربع كوباية خل. وبعد كده دي مادة الربط بتاعتي، معلقتين نشا في 3 معالق مية، ونزلت بيهم كده على الكاتشب بتاعنا وقلبته كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده. ما شاء الله ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كده خلاص الكاتشب بتاعنا جاهز، هنختبره. هنجيب طبق ونحط فيه معلقة كده، ما نزلش اي مية، وده دليل على ان الكاتشب بتاعنا خلاص كده بقى جاهز. هبدأ انا افضيه في ازايز كده. دي ازايز عصير عندي، غسلتها وسبتها لما نشفت تماما، مفيهاش اي نقطة مية. حطيت فيها كده الكاتشب بتاعي، واللي هيتبقى منهم هحطه في طبق كده للاكل. وكده خلصت دي كل الكمية بتاعت اللي طلعت لي من 1.5 كيلو، الازازتين والبولة ديت. حمرت جنبها كده طبق بطاطس، ما شاء الله لا قوة الا بالله، جميلة جدا.